أنا متأكدة إنه مفيش حد فينا ما أخدش قرار إنه يبعد شوية وياخد وقت لوحده في هدوء بعيد عن الناس اللي حواليه. يعني نقعد لوحدنا كده زي ما بنقول، ناخد شوية راحة وشوية عزلة. بيكون كل حد فينا مخه ما بيبطلش في الوقت ده تفكير، مشاعرنا مش بتوقف من أحاسيس مختلفة، شوية غضب على حزن، ويمكن كمان شوية تذمر وعتاب وقلق، وممكن بعد فترة يحصل استسلام وكمان يكون في شكر. عايزة أفكركم بحاجة حصلت على جبل الزيتون لرب يسوع. قال لتلاميذه نفسي حزينة جدا. هو مش بعيد عننا. يسوع اختبر الحزن وحس بيه، هو اختبر الاحتقار، اختبر الوجع. لما احنا بنروح له بكل الأحاسيس دي اللي جوانا، بنبقى متأكدين إن هو حاسس بيها وجربها قبلنا. وهو في وقت لما حس بالأحاسيس دي، هو على فكرة كان لوحده، ما كانش حد من التلاميذ حواليه وما قدروش يكونوا معاه. قال لهم ما قدرتوش تسهروا معايا ساعة واحدة؟ حقيقي إحساس صعب إنه متروك، خلاص بقي لوحده تماماً، وما عندوش حتى غير إنه يرفع عينيه للسماء ويطلب بشدة علشان كأس الآلام إنها تعبر عنه. وفي جهاد ولجاجة تخيلوا الله ربنا الرب يسوع بيصلي بلجاجة طول الليل، شيء برضو صعب على أي إنسان. الكتاب بيقول لدرجة إنه صار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. وفي الآخر بعد كل ده قال يسوع فلتكن مشيئتك. علشان كده لما بنجري عليه وإحنا تعبانين وخلاص ما بيبقاش فينا القوة ولا النفس ولا في حد حوالينا وكل خيوط الأمل اتقطعت، بنبقى من جوانا عارفين إنه الرب يسوع مر بكل ده زينا، عارفين إن لما بنقعد نحكي معاه ونقول له هو حاسس بكل كلمة إحنا بنقولها. الرب يسوع حاسس بكل حاجة إحنا بنعدي بيها، هو مش بعيد عننا، لينا معاه القيامة والنصرة. بعد جبل الزيتون يسوع اتصلب لكنه قام منتصر على حزنه اللي في جبل الزيتون، قام منتصر على خيانة يهوذا وإنكار بطرس، قام منتصر على كل حد ضربه بالسياط وحط المسامير في إيديه. آخر حاجة أسيب الآية دي اللي بتقول لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا، ولكن الشكر لله الذي يمنحنا النصرة بربنا يسوع المسيح. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. يسوع قام وانتصر.